بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء لأمي وأبي رحمهما الله. اللهم اجعل لأمي وأبي جبالا من الحسنات لا ترى أولها من آخرها لكثرتها، واجعلهما من أغنى خلقك بك يا الله. اللهم امطر عليهما رحمتك وعفوك ورضاك وكرمك. اللهم اغفر لهما ونور قبرهما وارزقهما الفردوس الأعلى. اللهم اعف عنهما. اللهم اسقيهما من نهر الكوثر. اللهم عطر قبرهما من رائحة الفردوس. اللهم ادخلهما جناتك. اللهم إنهما في كفالتك وفي ضيافتك، فالجزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، وأنت أهل الجود والكرم. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. اللهم يا كريم أكرم أمي وأبي. اللهم يا غفار أغفر لهما. اللهم يا وهاب هب لهما ثوابا أنت له أهل. اللهم أنزل نورا من نورك ينير قبرهم إلى يوم يبعثون. اللهم هب لهم سعة ونعيما في قبرهم لا يروا لها نهاية يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قبرهما بالرضا والنور والسرور. اللهم اجعل قبرهما روضة وبستانا في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن. اللهم إن كان أبي وأمي محسنين فزدهم من حسناتهما، وإن كان مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهما من الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار جنتك، الشاربين من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، والمحظوظين بشفاعته. اللهم طيب مقامهم في النعيم، وثبت أقدامهم على الصراط المستقيم، واجعل كتابهم في اليمين لا يرزعهم في يوم عظيم، وارزقهم لذة النظر لوجهك الكريم. اللهم بيض وجه أمي وأبي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب ودون سابقة عذاب، واجعلهم من أهل الفردوس الأعلى. فاللهم بشر أبي وأمي بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارحمهم واغفر لهم ووسع قبرهم واملأه بالرضا والنور يا رب. اللهم ارحمهم رحمة الأبرار، واجعلهم من المبشرين السعداء.